ألف سنة وانتوا طيبين. يا سلام على طبق الفشة يوم العيد الكبير، يا سلام على الريحة ولا الطعم. بصوا، انسي انك تقرفي منها ولا تبطلي انك تعمليها. بجد طريقتها تحفة. جربي الطريقة اللي هنعملها مع بعض النهاردة وان شاء الله تعجبك ومش هتبطلي تعمليها. نبتدي كده بسم الله ونصلي على الرسول. اول حاجة يا بنات، طبعا لما بتجيبي الفشة بتغسليها غسلة محترمة بالدقيق وبالليمون وبتنقعيها مرة واتنين وتلاتة. تمام. بعد كده بتغسليها تحت الحنفية وبتنشفيها كويس جدا. بتولعي على حلة مية سخنة جدا. تمام. وبتنزلي فيها الفشة. طبعا انا الفشة دي مامتي هي اللي جايباها لي فهي مقطعاها لي. تمام. انا لما بجيبها على بعضها، فسواء كده سواء متقطعة مش هيهمنا خالص. اول ما المية ما بتغلي يا بنات ببتدي انزل فيها الفشة، وبعد كده انزل فيها رشة من الفلفل الاسود ونص بصلاية صغنونة خالص وطماطمية صغيرة. طبعا لما بيطلع ريم على الوش ببتدي اشيله خالص، او اول غلوة اول ما بتغلي بقوم كبه المية، وبعد كده بستبدلها بمية مغلية وبنزل فيها الفشة تاني. بسيبها تستوي يا بنات لمدة ساعة. ما بحطش بصل ولا طماطم ولا فلفل اسود غير لما المية تبقى تمام معايا. تمام. اول ما بتعدي ساعة ما بحطش ملح خالص. بطلعها كده على طبق واصفيها طبعا من الشوربة بتاعتها. احنا مش محتاجين الشوربة في اي حاجة. واول ما الفشة بتاعتي بتهدى شوية ببتدي اجيب معلقة من السمنة ومعلقة من الزيت. السمنة بتديلها طعم عالمي بجد. وانزل بالفشة بتاعتي. طبعا التقطيعة دي بتاعتك انتي. تمام. عايزه تقطعيها شرايح زي ما انت حابه. هبتدي كده اشوحها، بس خلي بالك لانها بتطرشق كده وتحس انها بتفرقع كده في وشك. تمام. فخدي بالك كويس قوي. طبعا كل ده على نار عاليه. بعد كده هبتدي انزل عليها بصلايه متخرطه. عايزه تفرميها في الكبه براحتك، بس وهي متخرطه تحفه بجد. تمام. جربي الطريقه دي. انا ساعات بعملها وساعات ما بعملهاش، يعني برضو علشان الواحد بيحب التغيير. ساعات بعملها بقى ايه يا بنات، انا بحبها اكتر. هي الطريقه دي تحفه وكل حاجه، بس انا بحبها اكتر ايه، الفشه وعليها رشه ملح ورشه فلفل اسود وفصين توم، مش اكتر من كده. الطريقه دي بقى بعملها لما الفشه بتوحشني شويه. بعد ما شوحنا البصله يا بنات، احنا مش عايزينها تاخد لون قوي. تمام. نزلنا بالفلفل الاخضر. الفلفل الاخضر بتاعي ملون شويه. تمام. بعد ما قلبت الفلفل الاخضر تقلبتين تلاتة هبتدي انزل ب 3 4 فصوص توم مدقوقين. لازم يكونوا مدقوقين علشان ريحة الفشة تطلع وريحة التوم تطلع كده. ابتدي اقلب كده وهنزل طبعا منساش الملح والفلفل الاسود. ما كترش فلفل اسود لان احنا سلقينها بفلفل اسود. تمام. وزي ما قلنا في السلق محطتش ملح نهائي. تمام يا بنات. اهو هبتدي اقلب كده واحده واحده لحد ما احس ان ريحتها طلعت. طبعا الفشه مستويه ويا دوبك الخضار. هبتدي بقى ايه، انزلها كده. هم عايزين طبق رغيفين عيش وطبق مخلل، مش اكتر من كده. شايفين يا بنات بجد تحفه حلوه قوي. تحس ان انت عامله كبده. بجد تحفه. والولاد يعني ما خدوش بالهم خالص ان دي فشه. بصوا بجد حلوة قوي. اتمنى طريقتي النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.